اهلا بكم في فيديو جديد من قناه على الهامش. في فيديو النهارده هنكمل روايه ما وراء الماضي الملعون للمؤلف الباشمهندس وصديقي كريم ابراهيم بن رضوان. ولو انت لسه ما شفتش الفيديوهات اللي فاتت يا ريت ترجع تشوفها عشان تبقى فاهم الاحداث بتاعت النهارده بتتكلم وبتحكي عن ايه. بالمناسبه احنا عملنا تغيير بسيط كده في اسم القناه من الرحال خليناه على الهامش، ولو شايفين الاسم ده كويس فيا ريت تقول لي رايك تحت في الكومنتات. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده ويلا بينا نخش في فيديو النهارده. في الفيديو اللي فات وقفنا وقلنا ان انس وهو في احدى الجلسات مع المحققين واللي كانت بتتم في اوضه التحقيق البارده، بدا انس يعبر عن شعوره بوضوح اكتر، بس كانت المره دي مختلفه، ما كانش بيتظاهر بالقوه والانكار، وبدا يحكي عن طفولته، عن الفقر والمعاناه النفسيه اللي عاشها، وعن العالم اللي اداله ظهره. بدا انس يحكي ويقول: اترعرعت في عالم ما كانش ليا مكان فيه، مفيش حد شايفك ولا مهتم بيك الا من خلال عيوبك، كنت دايما بدور على شيء يحسسني بنفسي اكتر، وكل ما حاولت كل ما زادت الجراحات النفسيه، حتى وصلت للمرحله اللي انا فيها دلوقتي، لحد ما بقيتش عارف افرق ما بين الحقيقه والخيال، ولا حتى ما بين الحق والباطل، ولا حتى كنت عارف افرق ما بين الحاجه اللي انا محتاجها والحاجه اللي انا عايز اعملها. خلينا ناخد خط بسيط كده ونحكي عن طفوله انس شويه واللي حصل في طفولته. انس شخص عادي بطبيعته واخلاقه كويسه، وهو في المراحل الاساسيه ما قبل التعليم الثانوي وهو راجع من درس الجغرافيا جه احد سواقين الميكروباصات او المشاريع زي ما الجماعه بتوع اسكندريه بيقولوا عليها، خطف انس ووداه لمكان مجهول وضلمه واعتدى عليه بالضرب، واستغفر الله العظيم يعني يا رب جرده من ثيابه، عمل زي ما انتم فاهمين كده زي ما فهمتوا. وثاني يوم حوالي الساعه 8 الصبح كده لقوا انس مرمي في مكان واسع على الارض، وكان قريب من بيت حد من صحابه، لقاه حد من صحابه بالصدفه وكان مجرد من ثيابه، وخدوا البيت ولبسوا هدوم من عنده، بس انس ما قالش لحد على اللي حصل معاه، زي ما تقول كان خايف من اهله والمجتمع انه يكون انسان مكسور وسط الناس. انت عارف بقى طبع الناس ما بتسيبش حد في حالها. طيب دي كانت نبذه عن اللي حصل لانس في طفولته، خلينا بقى نكمل القصه واللي حصل في اوضه التحقيق. كلمات انس في التحقيق دي كانت مليانه بالضياع، والمحققين ما كانوش عارفين هو فعلا صادق ولا بيحاول يتلاعب بيهم، يتلاعب بالواقع يعني عشان يتعاطفوا معاه او يشفقوا عليه. لكن جوه الاعتراف ده كان في شيء اخر، كان انس من جواه عايز يقول حاجه، كان انس بيحاول يلاقي اجابه عن نفسه وهو في طريقه للنهايه. وفي لحظه من الضعف قال انس بصوت منخفض كده: كنت اعتقد انني اذا تفاديت في الافعال المنافيه ساشعر بالقوه، لكنني الان اعتقد انني كنت اهرب من شيء اكبر، هربت من نفسي. كانت الكلمات دي سبب تحول داخلي، ما كانش عارف اذا فات الاوان للندم على افعاله، لكنه بدا يحكي بوضوح اكبر، وازاي كان الطريق المظلم ده محاوله للهروب من الالم اللي بيعصر في قلبه. وفي اللحظه اللي خلاص كان هيروح فعلا المحكمه جت فرصه غير متوقعه، عرض عليه المحامين بتوعه بالصفقه للاعتراف الكامل والتعاون مع المحققين مقابل ان هم يخفضوا له الحكم بتاعه. انس ما كانش عارف العرض ده كان توبه حقيقيه ليه ولا مجرد محاوله للهروب تاني، لكنه قبل العرض، انه عارف ان الفرصه دي ممكن تكون اخر فرصه ليه انه يلاقي اجابه للي بيحصل جواه. بدات محاكمته وكانت الكاميرات بتسجل كل لحظه، والكاميرات كانت بتتجه نحو انس، زي ما تقول كده كانوا شايفينه انه بيمثل كل حاجه غلط في المجتمع، كان بيواجه العالم لكنه كان حاسس من جواه انه بيواجه نفسه الاول. واتحكم عليه ب5 سنين بس للي عمله في الضحايا من افعال منافيه للدين. وبعد ايام من اعتقاله لقى انس نفسه في زنزانه ضيقه لكن هاديه، كانت الجدران الرماديه بتفكره بحياته الداخليه كانت ساكته ومظلمه في البدايه، ما اتكلمش مع حد من السجناء اللي كانوا موجودين، بس بعد فتره بدا يسمع قصصهم. وحد من السجناء كان راجل اسمه طه، كان بيتكلم على طول عن غلط هو عمله بسبب ان هو كان متضايق ومتعصب، وقال: كلنا هنا عشان فكرنا ان احنا عملنا الحاجه الصح، بس احيانا الصواب ده او الحاجه الصح دي اللي بنشوفها ده مجرد انعكاس بسيط لاخطائنا. كلمات طه دي اثرت في انس، وبدا يحس ان كان بيبص لاحمد على انه شر كبير قوي، وكان بيتجاهل التعقيدات اللي كانت في حياته وظروفه، لكنه في نفس الوقت ما كانش لاقي تبرير لافعاله. وبعد شهرين جه عم اشرف صاحب الصيدليه عشان يزور انس. كان الراجل الكبير ده باين عليه الزعل، بس ما كانش مبين انه متضايق من انس، ولا كان مبين له ان عنده خيبه امل فيه، وقال له: انا ما كنتش مصدق اللي انا سمعته يا انس عنه، انا عايز افهم بس ليه. فضل انس ساكت للحظه وبعد كده جاوب عليه وقال له: الامر ما كانش متعلق باحمد بس، بل باللي كان بيعمله، كنت شايف فيه كل حاجه غلط في العالم، وكل ما زاد الشعور ده جوايا حسيت ان انا مش عارف اقف مكتوف الايدي، بس دلوقتي بعد كل حاجه حسيت
حسيت ان انا ما حققتش عداله ولا حاجه، ده انا عملت مصيبه كبيره. رد عم اشرف عليه بلطف: كل بني ادم خطاء، كلنا بنغلط يا انس، لكن اللي بيحدد اللي بنعمله بعد كده انت بتسمح للظلام انه يبتلعك ولا هتطلع للنور ايا كان مدى ضعف. وعم اشرف قال له الكلام ده وخد بعضه ومشي. بدا انس في زنزانته انه يبدا يتغير ببطء، وقرر انه يستخدم وقته ده في القراءه والتفكير. وكان في مكتبه صغيره كده في السجن، ولقى في الكتاب ده انه بيتكلم عن الفلسفه والعداله والقوانين، وقرأ فيه شويه كده عن شخصيه تاريخيه ارتكبت الاخطاء بس في الاخر عرفت انها ترجع تشكل حياتها تاني بطريقه ايجابيه. وبدا انس انه يساعد زمايله في السجن، وكان بيسمع مشاكلهم وبيحاول يقدم لهم نصايح. بصوا بصراحه كده انا مش عارف ازاي هيدوم نصايح بعد اللي هببه ده، بس عادي يعني يضع سره في اضعف خلق، واكيد يعني الواد اتغير يعني ما فضلش على الحل اللي هو عليه ده. نرجع لموضوعنا. بتحول لشخص بيلجأ له الاخرين رغم ماضيه مهبب. بعد 5 سنين طلع انس من السجن، خرج للعالم الخارجي بشعور مختلف تماما بين التردد والامل، وظهر الصيدليه بتاعت عم اشرف لاخر مره. ولقى عم اشرف اللي قاعد على الكرسي بتاعه كالعاده. عم اشرف بص له كده وقال له: ما كنتش اتوقع ان انا اشوفك هنا تاني. انس قال له بابتسامه حزينه: كنت عايز اعتذر لك واقول لك ان كلماتك انقذتني بعد الزياره اللي انت زرتها لي. وانس قال له الكلام ده وسابه ومشى، وراح البيت لما حاجته وخرج بره البلد. قرر انه يبدا حياه جديده بعيدا عن الماضي بتاعه، لكنه ساب رساله لعم اشرف. كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه لو انت مش مشترك، وما تنساش تنزل تقول لي رايك تحت في الكومنتات، واستنوا الجزء الجديد. وعايزكم تتوقعوا تحت في الكومنتات ايه محتوى الرساله اللي سابها انا. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.